السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي كل الناس اللي تسمعنا، اهلا ومرحبا بيكم. معاكم رانيا سمير. عايزه اتكلم في نقطتين مهمتين جدا. طبعا هم مهمين بالنسبه لي كرانيا ان انا اوضحهم، علشان لو اي حد هيدخل وهشوفه بيعملهم تاني. انا قليله الادب، لساني طويل، لساني ده انا اتسحبت من لساني. امي كده كانت تقول لي ايه، انت اتسحبتي من لسانك. فانا ما بسميش على حد. اول نقطه، لما بكون بشيش على اللايف بلاك سكرين، اولا انا ممكن اطلع اشيش على اللايف بدون بلاك سكرين، ولكن انا بحترم ابويا جدا. ابويا عارف ان انا بشيش على فكره، وكتير ناس قالوا له ان انا بشيش، بس هو عمره ما شافني وانا بشيش. بس ممكن يسمع اللايف بتاعي بالصدفه فيعرف ان انا بشيش، فهو عارف ان انا كبرت، انا واحده كبيره مسؤوله عن حياتي، الكلام ده كله. زائد بقى ان انا شايفه ان الشيشه مش عيب، ان الشيشه دي حريه شخصيه. الناس في الكافيهات بتشيش، ومتاكده ان كل واحده بتخش تقول ايه ده انت بتشيشي على اللايف، دي شمال من الاخر كده. ممكن لو دورت في حسابك يا حبيبتي، لو هكرت لك حسابك ولا كشفت لك على حسابك زي خرتيتا بيزو كده اللي كانت بتدخل برضو تقعد تعلق على الناس وهي السيجاره في نص رمضان والناس صايمه وهي بتسجر وبتشيش، والصور بتاعتها اللي جات لنا وهي بتشيش. بس هي دايما بتطلع تتكلم على بعض السلبيات اللي انتوا ممكن تشوفوها كمرضى نفسيين سلبيات، لكن انا بشوفها ان هي حريتي الشخصيه، فحريتك تبدا وتنتهي عند حريه الاخرين. فزي كده اي واحده بتخش ممكن تقول ايه ده بتشيش، انت بتشيشي على اللايف، انت مال اهلك؟ بتدفعي لي حاجه من جيبك؟ لما تبقي بتدفعي لي ابقي حاسبين. لو انا دورت وراكي بقى هلاقيكي شمال، وهلاقيكي ممكن تكوني بتعرفي رجاله، وهلاقيكي بلاوي كتير، هلاقيكي يمكن بتحششي كمان يا ماما. بس انت لمجرد ان انت محدش شايفك عامله نفسك ايه، خضره الشريفه العفيفه الطاهره. انا بقى كست كرانيا ما عنديش تمثيل، انا بدي في الوش من غير معلش. انا لما بعمل حاجه غلط بعملها في النور، لاني مقتنعه ان هي دي صح، وان انا عايزه اعمل كده، ان انا عايزه اعمل كده. فما بيفرقش معايا الاشخاص اللي حواليا، بيفرق عندي كيفي ومزاجي وتوظف الاخرين. ده بالنسبه للشيشه. في برضو ناس تانية تدخل تسيب الموضوع وتتكلم في الحجاب. الحجاب ده فرض من ربنا، وانا عارفه الكلام ده كويس قوي، وده علاقه الانسان بربه. فانتي برضو مين يا حشره، ولا انت مين يا حشره اللي داخل تتكلم ما بين فرض رب وعبده؟ انت مش هتخش مع حد القبر، ماشي؟ والدين اسمه نصيحة ولكن ليس فضيحة. يعني الدين لما تحب تنصح حد ممكن تخش له على الخاص كده وتنصحه. سيدنا محمد نفسه ربنا قال له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مش ان انت تخش تسيب الموضوع المهم اللي احنا ممكن نكون بنتكلم، البسي حجاب احسن مش عارفه ايه. انت مال اهلك؟ مش هتتحاسب معايا ولا هتتحاسبي معايا. انت مجرد حشره ماسكه موبايل بتكتبي كلام قصدك بيه تستفزي الناس. انا ما بستفزش، انا بطلع بدي بالشبشب على طول. انا ما فاللي هو فكره ان انتوا ممكن تفتكروا ان انتوا تعرفوا تستفزوني، ابسناتلي انا ما بستفزش خالص. انا ممكن اشتمك وانا بمنتهى البرود بضحك، ممكن امسح بكرامتك الارض وانا مبسوطه. I'm so happy ان انا بمسح بكرامتك الارض وباخد حقي. فبالنسبه لي انا كرانيا الحجاب ده حاجه علاقتي بيني وبين ربي. اتحجب ما اتحجبش، البس بدله رأس، البس زي ما انا عايزه. لما حد يكون بيديني حاجه يمنعها، انا كرانيا كده ما بتدخلش في حريه الاخرين. وفي حاجه كمان، حريتك تبدا وتنتهي عند حريه الاخر. يعني انت من حقك ان انت تتكلم اوكي، ولكن فيما يخص حريتك وفي المساحه اللي انا حطها لك. انا ما حطيتلكش مساحه او ما حطيتلكيش مساحه ان انت تتحشري في حياتي. ما جيتش سالتك ايه رايك في الشيشه. لما ابقى اسالك ايه رايك ان كنت بشيش ولا لا، هل هي مضره بالصحه ولا لا، ابدي رايك. لكن اغلب الناس اللي بيبدوا رايهم في حاجات في حياه غيرهم بدون وجه حق هم اشكال رمه. انا ابدي رايي في حياتك لما تكون ان اللي انت بتعمليه بيضر مجتمع، لما بيكون اللي انت بتعمليه بيضر اشخاص تانيين. لكن الشيشه مثلا بتضر صاحبها، الشيشه ما بتضرش حد حواليكي، ده بتضر صاحبها. وطالما انا مش ضراكي ما تتحشريش. ولو انت قاعده معايا وانا بشيش، لو انت قاعده في بيتي وانا بشيش وانت مش عاجبك بتتكلي على الله. لو انت قاعده معايا في كافيه وانا بشيش بتخرجي تشوفي لك كافيه تاني ما بيشيشوش فيه، ناس ممكن فيه. اما ان انت تتحشري في اللي ليكي واللي مالكيش فيه، مالكيش عندي غير الشبشب ولساني الطويل، وانتوا عارفين لساني فرقله قد ايه. فاللي هو يعني ايه، اللي عايزه تهزق نفسها تتحشر في انا بالنسبه لي كرانيا اللي عايزه تهزق نفسها تتحشر في اللي ملهاش فيه معايا. انا بيني وبين الناس كلها الود والخير والاحترام والحب طول ما هما بيحترموا نفسهم. اما ان انت تخشي تعملي لي فيها ان انت خضره الشريفه والشيشه مش عارفه ايه، حبيبتي احنا مش في الجاهليه، مصر اغلبها بتشيش والباقي بيشرب سجاير.
فمش هنمثل على بعضينا. كونك ان انت ممكن تكوني ما بتعمليش كده، الله اعلم برضو باللي بتعمليه من تحت لتحت، ماشي. ممكن تكوني بتحششي، ماشي، وده انيل وادل سبيله. ممكن تكوني بتكلمي ولاد من ورا جوزك، وده انيل وادل سبيله. ممكن تكوني بتخشي الجروبات الشباب تشقطي، وده انيل وادل سبيله. على الاقل الشيشه واضحه وصريحه، بشيش. ففكره ان انت تيجي تقولي لي اصل انت بتشيشي وانا جنبي مش عارفه ايه، يا حبيبتي ما تخشيش تسمعيني. انا ما عملتلكيش منشن، ما عملتلكيش شير. انت جيتي ديل عندي، حضرتك جيتي كده عشان تدي الكلمتين دول وتمشي. واغلب اللي بيدخلوا يقولوا الكلمتين دول بيبقوا اول مره نشوف سحنتهم الوسخه، لمجرد ان هم ايه. ولما ندخل على الاكونتات بتاعتهم نلاقيهم اصلا فيك اكونت، فيك اكونت اساسا، وداخلين يرموا الكلمتين دول قال يعني ما يلاقوا كده الفيو حلو، قال يعني. فيا ماما اتكلي على الله، انت وهي اخرك الشبشب. نفس الكلام اللي بيتكلم